وهسه صار له 15 سنة واكل حكمه. ليش تطلعون سوالف قديمة واكل حكمه وهاي؟ بهالسهولة يا ابو عبد الله؟ بهالسهولة؟ اكل 15 سنة حكم واوراق قديمة وعفو اكل حقه؟ لا، احنا نريد نعرف الحقيقة، لان قرايبه تخلوا عنه، عمامه خواله كل تخلوا عنه، منطقته بعد ما يسلم عليه وما حد ما يخلي على بيته. بهالسهولة؟ نريد نعرف الحقيقة، وين الرجال بريء ولا لا؟ علاوي يقوم جبنا كتاب الله خلي اثنيناتهم يقسمون بالله. علي تعال قال جاري ما يحتاج القرآن، هسه راح احكي لهم الحقيقة. سولفوا اخوي، احنا نريد نعرف الحقيقة. انا من شفته ما شفته هو كاتله، بس شفته هو شايله ماكو غير احد بصفه، قلت هذا كاتله 100%. فهذا الحقيقة. ها هو هذا الحقيقة، أنا ما نكرت هذا الشيء. ابو عبد الله انت صدق تحكي؟ بوقت جيت بلغت ابويا وحلفت بان احمد كاتل اخويا، بس مجرد شايف بعينك وانت جاي تحلف وتقول كاتل اخوك؟ انت صدق تحكي يا ابو عبد الله؟ انت ليش ما بلغتهم بان انت شفت بعينك الرجال شايله؟ كتل وين؟ الرجال شايل المتوفي وين؟ أنا خطأت صار لي 15 سنة أنا ضميري ما مرتاح، ما أقدر أنام، هذا السالفة ما يطلع من بالي، وأنا بوقتها حلفت طبيت على السالفة ما قدرت أطلع من عده. ايش تريدون؟ أنا حاضر. ابو عبد الله انت تقول انا خطأت بس سهولة؟ 15 سنة دمرت الرجال، وبالاخير انت العالم بعد اللي يشوف الواحد واقع بعد ما حد ما يشيله من وراك من سوالفك، سبيل المعروف انقطع من ورا سالفتين مالك، ودمرت الرجال 15 سنة بالسجن وجبت بيت هذا الرجال، وباكر انت تحضر بالديوان، الكبار مال المنطقة كلها يقعدون تتحاسب عليه، شوفوا ايش اللي عليك. ابو عبد الله مع الاسف عليك، قوم روح اختار راحتك انت، قوم. باكر موعدنا بالديوان، ولا تنسى الرجال كل العالم يغلطون عليه وما حد ما يستقبل من وراك. ايش تحتاجون؟ أنا حاضر. باكر ان شاء الله. وانا اعتذر منك. يا الله قوموا. يا الله الله.